تعالوا نعمل أحلى فراخ مشوية من غير فرن في طاسة واحدة وعلى عين البوتاجاز. هنعملها بتتبيلة سريعة طعمها أكتر من رائع. ميزتها إن هي ما بتاخدش وقت خالص، يعني في نص ساعة كده هتكوني مجهزة أحلى فراخ مشوية جوسي وطرية وطعمها وريحتها تجنن. هنعملها مع رز مفلفل. قبل ما نبتدي وصفتنا بفكركم بس تعملوا لايك وشير للفيديو. التتبيلة دي هتمشي معاها فراخ كاملة أو صدور فراخ مخلية، يعني اللي يعجبكم استخدموه. أنا استخدمت 3 قطع بس من الفراخ علشان الفرخة بتاعتنا كانت مكلبظة شوية. الفراخ أنا غسلتها كويس وصفيتها من المية علشان تتشرب التتبيلة بسرعة. احنا بنعمل فيها فتحات كده بالسكينة علشان التتبيلة تدخل جواها في كل حتة. كمان صدر الفرخة لو كان كبير بالشكل ده ممكن تقسموه نصين كده بالطول علشان برضو يتشرب التتبيلة، وبرضو علشان يستوي بسرعة مبياخدش وقت معانا. وهرجع اعمل فيه برضو فتحات بالسكينة. وتالت قطعة برضو انا هعمل فيها فتحات بنفس الطريقة. ودلوقتي تعالوا نجهز احلى تتبيلة. انا جبت الكبة وجبت بصلاية حجمها متوسط وقطعتها مكعبات صغيرة علشان تتفرم بسرعة كده في الكبة. ممكن برضو لو معندكوش كبة تفرموا البصل ده فرم ناعم جدا جدا. ضفت كمان ملعقتين كبار من الزبادي وعصير ليمونة كبيرة، الليمونة كاملة، وملعقتين كبار من صلصة الطماطم البيتي. وضفت ملعقة كبيرة من العسل الاسود، ممكن تضيفوا بدالها ملعقتين من دبس الرمان او الصويا صوص. وكمان ضفت ملعقة كبيرة من الملح ونص ملعقة فلفل اسود وملعقة صغيرة من الكزبرة وملعقة ونص من خلطة التوابل المشكلة، اخر خلطة التوابل انا عملتها معاكم. وملعقة كبيرة من البابريكا. تقدروا تضيفوا ملعقة كبيرة من خلطة بهارات الفراخ لو انتم مش عندكم خلطة البهارات اللي انا عملتها دي. وضفت ملعقتين كبار من الزيت علشان يطري الانسجة، ونص ملعقة كبيرة من الثوم المفروم. وهاخد الحاجات دي وهفرمها فرم ناعم، يعني لازم نضربها كويس جدا كده في الكبة. بصوا لازم تكون ناعمة بالشكل ده علشان ما تتحرقش في الطاسة واحنا بنسويها. جبت طبق متنشف وضفت فيه الفراخ، وبعدين هضيف على الفراخ التتبيلة. اهم حاجة الفراخ لازم تكون ناشفة ما فيهاش مية علشان تتشرب بسرعة من التتبيلة. طبعا بنغلف الفراخ كويس جدا بالتتبيلة دي، وبدخل التتبيلة في كل فتحات الفراخ علشان تتشربها بسرعة وتبقى كده متبلة وريحتها وطعمها حلو بره وجوه. يعني اهتموا جدا ان انتوا لازم تغلفوها كويس بالتتبيلة. وبعدين هغطي التتبيلة دي وهسيبها فيها، عارفين لو بيتوها ليلة كاملة في التلاجة هتديكوا افضل نتيجة واحلى طعم وكمان تبقى طرية جدا. انا سبتها في التتبيلة دي حوالي ساعة، وبعد ساعة جبت الطاسة وحطيت فيها شوية زيت واستنى لما تسخن جدا. بصوا بقى واحنا بننزل فيها الفراخ لازم ننفضها كويس خالص من التتبيلة، بس مش هنمسحها بايدينا هيبقى فيها بواقي تتبيلة، بس لازم ننفضها كويس علشان ما تتحرقش في الطاسة. وبعدين بننزل فيها في الطاسة كده واحدة واحدة. في الوقت ده عين البوتاجاز كانت عالية، لكن بعد ما هحط كل القطع الفراخ بوطيها وخليها متوسطة علشان ما تتحرقش. اول ما تاخد لون على ناحية بقلبها على الناحية التانية علشان انا عايزة الفراخ تتغلف او تاخد صدمة على الناحيتين علشان ما تنزلش المية بتاعتها. انا بلف الطاسة كده يمين وشمال علشان يعني اتأكد ان الحرارة متوزعة كويس. وبعدين بغطيها واسيبها تستوي على نار هادية جدا جدا جدا. في المرحلة دي وطوا النار خالص. بصوا بواقي التتبيلة دي ممكن تتبلي فرخة كاملة، فانا بحطها في كيس واحتفظ بيها في الفريزر. وفي الوقت اللي الفرخة بتستوي فيه احنا مش هنضيع وقت طبعا، هنجيب حلة وهنحط فيها ميكس بين سمنة وزيت. وهنا انا كنت غاسلة كوبايتين من الرز المصري وصفيتهم كويس من المية وحطيتهم في الحلة. وبعدين ضفت عليهم ملعقة كبيرة من الملح علشان توحد لي اللون بسرعة. وبقلب الرز لغاية ما يشخلل كده، يعني يبقى مفلفل ياخد لون حبة وحبة. وبعدين ضفت كوباية الا ربع من الشعرية. في ناس بتحمص الشعرية الاول وبعدين تحط الرز، يعني انا بعمل العكس علشان الشعرية ما تاخدش لون داكن، فانتوا براحتكم. اول ما تبقى لونها ذهبي كده بضيف المية. انا ضفت مية مغلية، ضفت 4 كوبايات من المية. وطالما المية بتغلي احنا هنغطي الحلة وهنوطي عليها النار خالص وهنسيبها تستوي على نار هادية جدا جدا. في الوقت ده الفراخ كانت المية بتاعتها خلاص خلصت خالص زي ما انتوا شايفين. واحنا مغطينا الفراخ بتنزل شوية مية فبتكمل التسوية فيها، لكن احنا ما بنضيف لهاش مية.
بعدين أول ما تاخد الفراخ اللون على ناحية بنقلبها على الناحية التانية. لو حسيتوا إن في حتة كده شايطة على جنب ما فيش أي مشكلة، إحنا بنشيلها كده بالسباتيولا وبنكمل التسوية. علشان كده أنا قلت لكم تنفضوا الفراخ قبل ما تحطوها في الطاسة علشان ما يبقاش فيه حاجات كده محروقة. أول ما الفراخ تاخد اللون الجميل ده إحنا بنبتدي خلاص نخرجها من الطاسة. يعني انتوا ممكن تقلبوها مرة أو 2 أو 3 الفراخ لغاية ما توصلوا للون اللي انتوا حابينه. وفي الوقت ده برضو كانت خلاص يعني حلة الرز استوت معانا، والرز بقى مفلفل وجميل زي ما انتوا شايفين. ما أخدش أكتر من كوبايتين مية مغلية. أهم حاجة إن احنا لازم نسوي الرز على نار هادية علشان يبقى مفلفل كده وجميل زي ما انتوا شايفين. وبعدين بنطفي النار ونسيبه متغطي 5 دقايق، فبيكمل التسوية بتاعته على البخار، يعني متسرعوش وتضيفوله مية تاني. ودلوقتي تعالوا نقدم الأكلة بتاعتنا. أنا جبت السرفيس وحطيت عليه في الأول كده الرز، وبعدين هنحط من فوق كده عليها الفراخ. شايفين لونها جميل ازاي؟ مفيش حد ممكن يصدق ان الفراخ المشوية الجميلة دي اللي ريحتها رهيبة احنا عملناها في الطاسة وما أخدتش وقت خالص معانا، بالرغم ان حجم الفرخة بتاعتي كان كبير على فكرة. ممكن برضو بعد ما الفراخ تستوي تولعوا قطعة فحم كده وتحطوا عليها نقطتين سمنة وتغطوها 10 دقايق علشان تاخد ريحة الفحم. شكل الفراخ طبعا يجنن. عايزة اقولكوا كل ما هتسيبوها في التتبيلة دي اكتر هتديكوا طعم جميل جدا جدا. اضافة برضو العسل بيديها طعم لذيذ جدا. ما تقلقوش، مش بيكون فيها اي طعم لتسكيرة خالص، لكن بتبقى كده طعمها جميل جدا ومميز جدا جدا. كمان اضافة الليمون والزبادي بيدوها طراوة فظيعة. شايفين قد ايه مستوية ودايبة وناعمة. ولو وصلتوا لغاية هنا كالعادة بشكركم انكم مكملين معايا للاخر. ما تنسوش بس تعملوا لايك للفيديو، اللايك بتاعكم بجد يعني بيفرحني وبيشجعني جدا. وبعتذرلكوا على صوتي علشان انا عندي بس دور برد. بكرة باذن الله نتقابل تاني مع وصفة جديدة. بحبكم من كل قلبي. ناهد فاروق.